السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت نشارك معكم اليوم واحد الظاهرة اللي غريبة جدا، وهو البحر يعود إلى الوراء أو ينسحب كما يظهر في الفيديو. شاهدوا معنا الفيديو ونعلقوا عليه. بالمناسبة هذا الفيديو قالوا الناس بأنه مسجل في المغرب. وفي تعليق على هذا الفيديو واحد الناشط قال: سبحان الله العظيم، متداول ظاهرة غريبة، البحر يعود إلى الوراء بسواحل ليبيا ومصر، وقد شوهدت هذه الظاهرة في العديد من سواحل العالم، يبدو أن شيئا ما سيحدث والله أعلم. وفي خبر آخر، فقد أكدت صحف مصرية على أن انسحاب البحر في بورسعيد علامة على اقتراب موجات التسونامي. معهد علوم البحر يجيب. كشف عمرو زكريا عميد معهد علوم البحار والمصايد عن حقيقة انسحاب البحر في بورسعيد بدولة مصر، وأن يكون له علاقة بحدوث تسونامي في البحر. وقال زكريا في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المعروف على القناة: الحدث اليوم مساء يوم أول أمس الثلاثاء، إن المعلومات المتداولة عن حدوث تسونامي في البحر المتوسط غير دقيقة وغير واضحة. وأوضح أن انسحاب البحر في بورسعيد له علاقة بتسونامي أو ما يتردد عن كونه نتيجة عن زلزال تركيا. وفي خبر آخر، عالم الزلازل الهولندي الشهير يحذر الدول المطلة على البحر المتوسط من تسونامي جديد. فقد عبر عالم الزلازل الهولندي الشهير يحذر الدول المطلة على البحر المتوسط من تسونامي جديد، حيث ثار الجدل والقلق بعد أن تنبأ عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوكربيتس بكارثة حقيقية في منطقة البحر الأبيض المتوسط نتيجة التغيرات التي تشهدها المنطقة، وحذر مؤخرا من إمكانية حدوث زلزال هائل ينهي حياة آلاف الأشخاص. وهذا العالم الهولندي وماذا يقول؟ وأوضح العالم الهولندي عبر حسابه على الفيسبوك أن منطقة البحر الأبيض المتوسط لديها القدرة على التعرض لزلزال كبير، وقد استرشد في ذلك بالزلزال الذي ضرب جزيرة كريت في 21 من يوليوز وتركز في جزيرة كريز. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 8.6 درجة على مقياس ريختر إلى حدوث تسونامي تسبب في دمار هائل في جنوب ووسط اليونان، وغرقت المنطقة الساحلية بأكملها في البحر الأبيض المتوسط بحسب العالم الهولندي. عالم الزلزال الهولندي الشهير والتنبؤ بالزلزال، ويشتهر فرانك هوكربيتس بطريقته الخاصة في التنبؤ بالزلازل. ويؤكد هذا العالم الهولندي أن طريقته تعتمد على رصد اقتران الشمس والقمر والكواكب، ويذكر أنه عندما يتحدث عن الاقتران يمكن التنبؤ بأن العديد من المناطق المحددة ستشهد موجات زلازل. وفي خبر آخر له علاقة، فقد علقت لوحات تسونامي، وهذا غريب، تنتظر التعميم على المدن الساحلية بالمغرب. علقت في مدينة الجديدة وسط السيائن. علقوا لافتات اللي كتأكد حدوث تسونامي ولا كتحذر منه، كما كتبان لكم على الصورة. مسار الإخلاء من تسونامي، مسافة 900 متر، طريق الإخلاء. هذه تعلقات في مدينة الجديدة.